السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله معانا روتين يوم جديد كده، يعني يوم خفيف كده وبسيط في حياة كل ام كده. ما عملناش شغل كتير، يوم عادي جدا زي اي يوم بنعيشه. تابع معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسيش تحطي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو منك. هنا بقى هعمل اول حاجة كده صينية مكرونة بشاميل كده، وبعدين هطلع بقى على الشقة بتاعتي اشوف بقى انا هعمل فيها ايه. يعني احسن حاجة كده لما بتنظمي يومك وترتبيه كده من اوله وتبقي عارفة انت تعملي ايه. يعني هتلاقي ان الشغل اللي انت عملتيه ده كله مثلا ما خدش منك ساعتين 3 ساعات بالكتير قوي. وبعدين بقى تقعدي طول اليوم براحتك، وراكي مشوار تخلصيه، وراكي حاجة تعمليها كده يعني. انا هنا بقى حطيت في حلة على النار، حط مية سخنة وحطيت فيها معلقة من الملح، وما حطيتش زيت عشان المكرونه البشاميل واحنا بنسلقها مش بنحط زيت في الميه بتاعتها، تمام. وبعدين لما غليت كويس قوي نزلت بالمكرونه بتاعتي، هسلقها كده بنسبه 80%. هنا بقى على النار جبت بصلايه كده متوسطه الحجم، وعصقت اللحمه بتاعتي وحطيت لها فلفل اسمر وبابريكا وبهارات كفته بس، ما حطيتش اي حاجه تاني، وكام ورقه لورا كده. بعد بقى المكرونه بتاعتي هي ما اتسلقت كده، خدتها بقى على الحوض، يا دوبك صفيتها بس ما شطفتهاش برضو، تمام. جيت هنا بقى في الحلة اللي انا سلقت فيها كده، جبتها تاني وحطيت فيها كده مكعب من الزبدة مع معلقة سمنة مع معلقتين زيت. انا بحب اعملها ميكس كده، يعني سمنة على زبدة على زيت، اي حاجة المتوفرة عندك. ممكن تحط سمنة بس، ممكن تحطي زبدة، يعني بس يفضل ان انتي ما تحطيش الزيت لوحده، تمام. حطيت بقى على كل كيلو لبن بحط عليه 4 معالق كبار من الدقيق. كيلو اللبن عليه 4 معالق كبار من الدقيق، تمام. وحطيته بقى كده، شوحته شويه في السمنه والزبده والحاجات دي اللي انا حطيتها وبعدين بقى نزلت عليه باللبن. وطبعا ايدك بايد بالمضرب وايد بتنزل اللبن، تمام، عشان ما يكلكعش مننا. وانتي بتعملي بالمضرب هتضيفي اللبن ما تشيليش ايدك منه خالص، وتكوني بقى وطيتي النار عشان ما يكلكعش منك. وهنا بقى ضفت له ملح وفلفل اسمر بس، ومعلقتين من القشطه بتخليه كريمي قوي وجميل. ممكن تستبدلي القشطه دي بمثلا مثلث جبنه اللي هي المثلثات، بتبقى حلوه قوي برضو، بتخليه كريمي وجميل، تمام. انا حطيت المتوفر عندي اللي هو معلقتين قشطه. هاجي بقى على نص كميه المكرونه كده هاخدها، وهضيف عليها بقى بشاميل عشان انا عايزاها بقى تبقى كلها كده غرقانه في الصوص كده من كل حته فيها، من فوق ومن تحت وكده. حطيت كام مغرفه كده، 3 مغرفات عليها كده لحد ما غرقتها. وهظبطها كده بقى في الطاجن بتاعي في القالب، احط لها بشاميل تاني. طبعا انا عملت البشاميل كده يعني متوسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي ما انت بقى بتحبي تعمليه. وطبعا المكرونه البشاميل دي هي طريقتها واحده، بس كلنا يعني بتختلف في الطرق، تكات بسيطة كل حد بيحب يعملها، تمام. ضفت هنا بقى اللحمة بتاعتي في النص كده هظبطها كده، حاجة بقى كده زي العسل. المكرونة البشاميل دي انا يعني بحب اكلها وهي لسه طالعة من الفرن، يعني هي لما بتبقى لسه طالعة بقى بتبقى كده جوسي كده وجميلة، بس مش بتكون متماسكة. فانت لو حباها بقى تكون متماسكة بتسيبيها شوية وبعدين تقطعيها يعني. هنا بقى بعد ما شويه البشاميل دول انا هضيف مع الوش برده كده شويه، ضفت عليهم بيضايه. وانا على فكره مش دايما بضيف عليها بيض، حتى انا كنت عاملاها في كذا فيديو قبل كده ما ضفتش عليها بيض ولا حاجه، بس انا حبيت وقلت اضيف المره دي. وعادي يعني هي النتيجه شبهها يعني قريبه، ما فيش فرق كبير. فلو مش حابين البيض ما تضيفوهوش اهي. وبعد بقى ما استوت حطيتها في الفرن على درجه حراره عاليه، واول ما استوت من الجناب ومن تحت يديلها الشوايه بس، والشاي يتحمر كده من فوق، تمام. شايفين بقى جوسي كده، وهي بقى حلاوتها وهي لسه خارجه كده من الفرن. وبس كده بقى. وكان عندي بقى طقم التوابل ده، لما بمسكه كده بقى وباخد منه اي حاجه كده وانا بشتغل بقى في المطبخ بيبقى مبهدل كده وملحوس، فانا بتضايق بصراحه يعني لما بشوف منظره كده. ظبطته بقى كده ودعكته كده بصابون وسلك كده، والتوابل جواه انا دعكته من بره بس، يعني ان انا كنت عاملاه قبل رمضان كنت مفضياه خالص وعاملاه من جواه وكده، بس هو من جواه يعني نظيف.
فيه بقى البهارات اللي فيه والشاي والسكر والحاجات دي. انا بس لمعته كده من بره. يعني زي ما بقولك، لو كل يوم بتعملي حاجة في مطبخك، حاجة بسيطة زي كده، هتحسي ان دايما مطبخك نظيف وايدك فيه دايما، هتحسي ان الدنيا رايقة عندك. وطبعا المواعين، اي مواعين نعملها لازم نغسلها على طول اول باول، ما تركميش المواعين. هو ده بقى سبب كركبة مطبخك، ان انت تحسي دايما ان المطبخ مش نظيف. طب ليه؟ عشان المواعين ملياه. تمام. فلازما اول باول كده، عارفه انت لما تكوني كده قبل ما تنامي بالليل مطبخك ده نظيف، مفهوش معلقه كده حتى في الحوض ولا كوبايه، هتقومي كده مرتاحه نفسيا. انا هقوم بقى مثلا هشوف انا هفطر وكده، وتفطري اولادك، وبعدين تشوفي بقى هتعملي اكل ايه. بيبقى مثلا المواعين اللي فيه على قد الفطار فقط. لكن انت بقى لما تركمي المواعين كده فيه تحسي مش عايزه تعملي حاجه فيه اصلا، يعني تحسي بقى كسل كده وزهق من المطبخ اللي دايما مكركب ودايما مش بينضف. طب ليه بقى؟ عشان احنا اللي بنكسل واحنا اللي بنعمل كده. هنا بقى الطاسه دي كنت بعملها كده بميه سخنه، لان هي كانت مدهنينه من مطرح الكفته، اللحمه المتعصجه. عملتها الاول بميه سخنه كده، وبعدين بقى اللوفه دي انا شلت منها السلكه بقى. عشان ايه؟ التيفال طبعا ما ينفعش اي حاجه تيفال سيراميك الحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا نعملها بسلك مواعين. تمام، عشان ما تتجرحش مننا. واصبن بقى شويه الحاجات بتاعتي دي بقى كده بسرعه، يعني بصراحه ما بياخدوش وقت. يعني انت دايما كده عودي نفسك، اول ما تخلصي الاكل، تخلصي اي وجبه حد اكل كده مثلا، تغسلي على طول اول باول، هتحسي الدنيا نظيفه. وكمان مش تاخد منك وقت كبير ومجهود كبير. انت لو طبقين في الحوض غسلتيهم مش هياخدوا منك مجهود كبير، وهتحسي الدنيا مرتبه كده ونظيفه دايما. اي بقى شغل تاني في المطبخ يبقى خفيف. يعني مثلا انا عايزه ارتب الظرف دي النهارده، انا عايزه اغسل الشفاط، انا عايزه اغسل التلاجة، خلاص انا مطبخي نضيف مفيهوش غير الحاجه دي اللي انا هعملها بس. لكن الحوض ده بقى بيعطلك كمان، ان انت دايما شغلاه كده مليان حاجات ومواعين، فده بقى بيبقى معطلك ومزهقك كده، وهو ده اللي بيديكي فعلا ايه بقى الطاقه السلبيه، انا مش عايزه اعمل اي حاجه خلاص بسبب المواعين. لا يعني مفيش احسن من كده ان انت تنظمي يومك كده دايما، وتقومي كده الصبح تفطري وتستعيني بالله كده وتشوفي اللي وراكي. وطبعا يعني الشغل ده والاكل والحاجات دي مش بتاخد مننا وقت خالص، بس انت تخلصي اللي وراكي وبيبقى عندك بقية اليوم بقى. شوفي بقى اللي وراكي، بتذاكري لاولادك، بتطبقي شوية غسيل، إيه بس كده يعني. هنا بقى غسلت الحوض بتاعي بعد ما خلصت كده. مهم قوي قوي ان انت كل يوم لازم تغسلي الحوض بتاعك ده، لازم يعني. من اساسيات كده النظافة في مطبخك ان انت لازم كل يوم بعد كل مواعين تغسلي الحوض بتاعك. ليه؟ عشان بيعمل كده صفار وحاجات، ومن مطرح السلك والمواعين والحاجات دي ممكن اكل يكون فيه دهون وحاجات من دي، فتلاقيه مش بيلمع كده ومش نظيف، ما تحسيش برضو براحة نفسية. لكن طول الحوض نفسه شايفاه هو بيلمع كده ونظيف، هتحسي كده براحة نفسية كده، ان انت كده محافظة على حاجتك وحاجتك كلها نظيفة ما شاء الله. هنا بقى كده لمعت البوتاجاز كده، ايه غسلته كده التلميعة سريعة، برضو غسلة سريعة كده. طبعا الحوض والبوتاجاز والحاجات دي من اهم الحاجات برضو، انتي بتتعاملي معاها اكتر حاجة في اليوم في مطبخك. يعني البوتاجاز طبعا بتعملي عليه الاكل، والحوض المواعين، فلازم أن الحاجتين دول يكونوا ايه محسسينك براحة نفسية كده. يعني بصوا البوتاجاز ده معايا ما شاء الله بقاله 10 سنين، بس شايفين شكله يعني ما شاء الله انا محافظة عليه. حاجتنا حتى لو جددناها وعملناها شوفوا كأنها جديدة يعني، ما شاء الله تحسوا ان هو يعني مش بقاله 10 سنين، عشان ايدي في الحاجة على طول. لكن انتي مثلا بقى بتهملي في حاجتك، هتحسي الحاجة بهتانة، الحاجة مش جديدة، الحاجة مش ما فيهاش كده لمعة وزهوة كده والنظافة احسن حاجة هي اللي بتدي لأي حاجة. انتي ممكن تجيبي كل يوم تجددي وتعملي، لكن انتي مش بتنظفي حاجتك ومش بتلمعيها على طول اول باول كده، ومش بتنظفيها كويس، هتحسي ان انتي الحاجة دي ملهاش لازمة ان انتي تجدديها بقى. ليه؟ لان انت مش بتحافظي على حاجه. تمام. فلازم من كده على طول اول باول، من اساسيات ان انت ايه عشان مطبخك تحسي فيه كده بنظام وترتيب. دي اهم حاجه. المواعين ان انت تخلصيها دايما، البوتاجاز برضو إيه تحافظي عليه كده برضو وتغسليه دايما.
مش هيتكون عليه دهون ولا اي حاجة، ولا تحت العيون ولا اي حاجة ولا حواليها ولا كده. اهو كده. وده بقى روتين يوم بسيط خالص، انا ما عملتش فيه اي حاجة اهو. بس انا عملت الاكل بس، وغسلت المواعين والبوتاجاز كده. طبعا اي حاجة فيه بقى رخامة عليها، اي حاجة عليها اي كركبة، بنشيلها وننمعها ونمسحها كده، عشان نبقى حاسين كده ان كل المطبخ من فوق لتحته كده ما شاء الله ايه، زي الفل كده. وهنا بقى خدت الازاز ده كده من الناحية التانية، مش بيكون عليه دهون ولا حاجة الظهر ده، بس هو بيكون مطرب مثلا. جيت هنا بقى على بقية الشقة كده، قلت بقى ايه، هرتب كده بقى السراير. بس ما عملتش فيها حاجة، انا بس رتبتها كده، وهشفط بالمكنسة كده ونلمع زي ما قلتلك ايه، الرخام مثلا، الترابيزات، تلميع سريع كده او كده. وفرشت بقى المفرش بتاعي القطيفة. انا طبعا غسلت بطاطيني زي ما انا وريتكم، البطانية اللي انا غسلتها، وكنت غسلت قبلها كمان. بس الحاجات الخفيفة دي بقى شوية، الجو لسه بالليل بيكون في لسعة برد، فطبعا بنحتاجها لسه شوية عليها يعني معانا. بس خلصنا بقى من كلاكيع الشتا التقيلة، البطاطين التقيلة والحاجات التقيلة دي بتاخد بقى مجهود ووقت في الغسيل وكده. الحمد لله يعني ايه، خلصناها وارتحنا منها. وبس كده، وشفط بقى الارض كده كويس بالمكنسة. يعني خطوات بسيطة قوي بتحافظي على ايه، بيتك ورونقه كده وجماله، وتحسي ان الدنيا دايما كده مرتبة ونظيفة، وانتي مش زهقانة يعني. حتى لو وراكي اي حاجة تعمليها بقى، مثلا ترتبي دولاب، تطلعي مثلا اللبس الصيفي وتدخلي الشتوي، فخلاص بقى انتي خلصتي، واعملي بقى ايه حاجاتك دي كده وانتي قاعدة على السرير، ترتبيها وتقومي ترصيها، مش تاخد منك مجهود كبير. لكن لما تلاقي الدنيا مكركبة وتيجي انتي تكركبي الدنيا كمان فوقيها، لا، هتحسي بقى ان شغل البيت ده رخم قوي، ومفيش نظام كده فيه. بس اهم حاجة احنا كل يوم الصبح نقوم نعمل اللفة دي كده في الشقة بتاعتنا، هنلاقي الدنيا دايما نظيفة ومرتبة. بس كده. وهنا بقى الصالة بتاعتي، انا كنت ايه عاملاها معاكم برضو، وعامله لها تنظيف كده عميق من يومين بس. جيت بقى اديتها بس ايه، تلميعة بسيطة كده. شايفين اللي هناك ده على الكنبة ده باتمان؟ هو ابني اللي كان حاطه كده، فما شلتوش، ما خدتش بالي منه غير في الفيديو. وبس كده اديتها بقى ايه، الارض طبعا من الاولاد وكده بيلعبوا بيجروا بياكلوا حاجه بيوقعوا، فلازم نشفطها كده بالمكنسه دايما عشان النمل برضو زي ما قلتلك، عشان طبعا النمل وكده والحشرات بقى في الصيف والدبان والحاجات دي. فلازما بقى ايه دايما التلميع كده، اللي تشفطي كده بالمكنسه عشان اي حاجه، اي فرافيت إيه تتلمي فيها. طبعا المكنسه دي يعني اختراع جميل جدا بصراحه يعني. وبس كده بقى، انا كده خلصت اخر اوضه معايا. ان شاء الله يعني يا رب الروتين يكون عجبكم، وتكونوا كده اتشجعتوا منه وتاخدوا كده طاقة ايجابية كده، وتقوموا تخلصوا اللي وراكوا، وما تكوموش حاجات كده وكل يوم كده يعني تلفوا على الشقة لفة سريعة كده، هتحسوا الدنيا دايما مرتبة ومنظمة. وبس كده يعني، هو ده روتين يومي النهاردة، روتين بسيط قوي زي ما قلتلك، عشان تحسي دايما ان الدنيا مرتبة. لو انت دايما حاسة الدنيا متكركبة عندك، هو ده الروتين البسيط قوي في حياتنا. ما عملناش اي حاجة وما شيلناش اي حاجة من مكانها، بس احنا لمعنا تلميع بسيط، وعدلنا السراير، عدلنا مثلا اي كنبة انتريه، عملنا كده شغل بسيط اللي هو الشغل اليومي اللي لازم كل يوم نعمله. لمعنا اي ترابيزات قدامنا، اي كومود مثلا، اي ازاز كده، تلميع سريع وبس. ونشفط الارض بالمكنسة، وخلصنا الاكل بتاعنا. وكل الشغل ده مش هياخد في ايدينا مثلا ساعتين او 3 بالكتير في اليوم، مش هياخد اكتر من ساعتين بصراحة يعني. تحسي بقى الدنيا كده حواليكي مرتبة ومنظمة، وباقي اليوم كده معاكي بقى براحتك بقى، فيه اعملي اللي انت عايزاه. بس كده، يا رب الروتين النهارده يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم، وتقولوا لي ايه رأيكم في فيديوهات الروتين يعني، وتكون كده فيديوهاتي خفيفة كده عليكم، وبتاخدوا منها كده إيه طاقة إيجابية كده. وبنقوم نشوف اللي ورانا بقى، وبعد كل فيديو كده يا ريت نقوم كده نشوف اللي ورانا،
وتكون فعلا الفيديوهات بتاعتي دي بتاخدوا منها طاقة ايجابية كده وبتشجعكم. وبس كده يكون الروتين بتاعي النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم والروتين يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.